ملفوف الكبدة أو بلفاف كما يقولوا الشوية معشوق الجماهير ويطيب أول أيام عيد الأضحى لما الشحمة تكون دافية. أنا درته في ساندويتش صحي. الكبدة تكون طايبة نص طياب، والشحمة كما راهي دافية بعد الذبح تقريبا مباشرة. إذا حطيتها في الثلاجة راح تعبكم كما كانت تعبني. ما كنتش عن بالي حتى تفهمتي صاحبتي الشوية قالت لي لازم وهي دافية تفرشي وتخدمي. بعد ما نقصوها كيما هكا الموس يكون ماضي والقطع الكبده صغيره تلاهوتي الشحمه على كد على قد حبك للشحمه. تحبيها ياسر كثري، ما تحبيهاش ديري غير شويه. انا نموت عليها ناكل شحمه نخلي كبده مانيش نورمال عن بالي بروحي. هنا تحبوا مباشره الى مقلاة طيبوهم او تحطوهم في الثلاجه طيبوهم غدوه او تحطوهم في الكونجيلاتور. المهم يتخبوا كيما هك ولا يطيبوا كيما هك، ما تخبوهمش. مانيش عارفه كل واحد كيف يحب يعني. مقله ما تلصقش وطيبوه وملحوه. انا درتهم في ساندويتش بطبوط صحي، وصفه حطيتها لكم في اليوتيوب. البطاطا ثاني كيف هي فلفل في زوز طيبين في الكوشه، حطيت لكم الوصفات كلها في اليوتيوب الصحي سهل لذيذ.